الفيلم بيبدأ في اسم الشرطة وفي تحقيق شغال مع بنت عن جريمة هي اللي عملتها. المحققين بيحاولوا يفهموا منها ليه عملت كده، وخصوصاً إنها كانت زمايلهم، بس هي بتقول لهم إنها ما عندهاش إجابة. بنرجع بالزمن كذا سنة لورا لبنت اسمها جيو، وهي بتتدرب على التصويب وبتبان إنها شاطرة جداً في الرماية. بعد ما بتخلص تدريب بتروح تزور صاحبتها القريبة منها جداً وان، وبتلاقيها واقفة مع شوية من زمايلهم المتنمرين في المدرسة. بتناديها جيو علشان تتكلم معاها، وبتوريها الميدالية اللي كسبتها في بطولة الرماية الوطنية. وان بتفرح جدا علشانها. جيو بتعرض عليها تيجي معاها ومع باباها ومامتها للمطعم يحتفلوا سوا، بس وان بترفض علشان عندها ميعاد مع حبيبها تشانج. جيو بتحذرها من تشانج وبتقول عليه إنه شخص غريب وبائس، وبعدها بتمشي علشان تروح لأهلها. وهي راكبة مع عائلتها في العربية بيشوفوا شوية شباب من المدرسة على موتوسيكلات بيسوقوا بتهور، بس جيو ما بتركزش معاهم وبتتكلم مع أهلها عن مستقبلها. وفجأة العربية بتعمل حادثة. جيو بتفوق بعد الحادثة وتكتشف إن أهلها ماتوا، وهي نفسها صوتها اتأثر بسبب إصابة في الأحبال الصوتية. من هنا جيو بتضطر تعيش لوحدها وتشتغل علشان تصرف على نفسها. بتقدم على شغل جديد وبتقدم معاها شوية تصميمات قديمة كانت رسمتهم، وأصحاب الشغل بيعجبهم شغلها وبيقولوا هيبعتوا لها لو اتقبلت. في الوقت ده جيو بتشتغل في مصنع نسيج هي ووون، وكمان ساكنين جنب بعض بشقق إيجار. وفي يوم من الأيام تشانج بيروح لوون البيت وبيحاول يعتدي عليها، لكن جيو بتدخل في الوقت المناسب وبتنقذها منه. وبنعرف إن تشانج غرقان في ديون وراهن بيته وحوله لصالة قمار. البوليس بيقتحم المكان وبيقبض على اللي فيه، بس هو ما كانش موجود فبيفلت. حالة البنات في المصنع مش مستقرة، والمدير ظالم جدا، وكلهم نفسهم يسيبوا الشغل ويلاقوا مكان أحسن. جيو وهي راجعة من الشغل بتشوف شباب على دراجات نارية، وده بيخليها تتوتر لأنها بتفتكر الحادثة اللي مات فيها أهلها. وبيطلع السبب في الحادثة دي هو تشانج. وفي يوم بيتعرض لها شوية بلطجية، بيضربوها وبيسرقوها وبيعتدوا عليها وبيسيبوها مرمية في الشارع. ولما بتفوق بتروح اسم الشرطة تقدم بلاغ، بس مش فاكرة وشوشهم، ومعاها بس خصلة شعر من واحد فيهم. بتسلم الشعر للمحقق بارك، لكنه بيتهمها بالكذب وبيتريق عليها علشان صوتها. المحققة سانج بتعرف اللي حصل وبتزعق لبارك لأنه طردها من غير ما يسمعها، وبتقرر تمسك هي القضية. سانج بتروح تزور مريضة في المستشفى شكلها قريبة ليها، وجيو بيجي لها قبول في الشغل الجديد اللي قدمت عليه، بس ما بتفرحش وبتكمل شغلها عادي. بعد كده بتقابل سانج وبتقول لها إنها مش عايزة تكمل في القضية علشان مش واثقة فيهم، بس سانج بتحاول تطمنها وتقول لها إنها لازم تكمل علشان تاخد حقها. بيروحوا ياكلوا سوا وبتسألها سانج عن هوايتها، فبتقول لها إنها بتحب الرسم والتصويب. سانج بتحكي لها إن عندها أخت في نفس سنها وعندها صعوبة في الكلام، بس بتحب الرسم برضه، وبتقول إن جيو وأختها شبه بعض. باراك بيكون بيحاول يلم فلوس بأي طريقة علشان يسدد ديونه من القمار. وجيو وهي في البيت بتشوف كيس بيقع من التلاجة، فبتخرج جري وتقابل تشانج وون، وبتكون علاقتها مع وون مش كويسة زي الأول. باراك بيروح يدور عليها، وتشانج بيقول له إنها مشيت، وبيقول له هو ده حبيبها اللي كان عندها، وهو يقصد الراجل اللي حاول يعتدي عليها. بارك بيلاقي جيو وبيقول لها إنه عارف إنها بتكذب وإنها كانت مع حبيبها، وبيطلب منها فلوس مقابل إنه ما يحبسهاش. جيو بتسيبه وبتحاول تمشي، بس هو بياخد شنطتها وبيلاقي فيها إيد بني آدم. بيخاف وجيو بتهرب وبيطاردها، وفي الآخر بيمسكها. بتحاول تهرب منه لكنه بيضربها، ولما بتلاقي المسدس بتاعه مرمي على الأرض بتاخده وبتصوبه عليه وبتقتله فعلا. بعدها بتنهار وبتفكر تخلص على نفسها، بس ما بتقدرش. الشرطة بتحقق في مقتله وبيقولوا إن اللي قتله محترف في الرماية، وسانج بتستلم القضية. بتتصل سانج بجيو وبتطلب تكلمها، وبتقول لها إن أختها مش بتتكلم علشان سبب نفسي، وإنها بتحس إنها بتكرهها، فبتتعاطف معاها جيو. بتروح جيو المركز علشان تتعرف على صور المجرمين، وبتشوف واحد منهم هو اللي اعتدى عليها، فبتخاف وبتطلب تمشي. بعدها بتراقبه وبتعرف مكان بيته. بتكتشف الشرطة جثة متقطعة تحت كوبري، وبيتكلموا عن الجريمة في الراديو، وجيو بتسمع الخبر وبتروح تزور قبر أهلها،
وبتقول لهم إنها عايزة تهرب علشان الشرطة ما تعرفش إنها ورا كل الجرايم دي. في المصنع جيو بتضرب عاملة هناك وبتقدم استقالتها، وبتلاقي إن وون بقت موظفة ثابتة وده بيزعلها. بتقابل تشانج وبيقول لها إن وون خانته، وبتلاقيه في إيده دم فبتخاف على وون وبتروح تلاقيها غرقانة في دمها. بتاخدها المستشفى وهناك بتقرر تنتقم من تشانج. بتروح لمكان شغله وبتخرب عربية، ولما يجي بتقتله بالرصاص. الشرطة بتحقق وسانج بتشك بس مش متأكدة إن جيو هي القاتلة. سانج بتاخد طرد فيه رسمة مرسومة بإيد أختها مرسلاها جيو، وبتعرف إن في حد اسمه ماسونج كان بيتعامل مع بارك في القمار، فبتروح له مع الشرطة. وفي نفس الوقت جيو بتروح تقتل الراجل اللي اعتدى عليها بنفس الطريقة. الطب الشرعي بيأكد إن القاتل في كل الجرائم شخص واحد وبيستخدم نفس السلاح، واللي هو أصلاً مسدس بارك. المساعد بتاع سانج بيكتشف إن الرسمة اللي من جيو فيها أرقام، ولما بيشوف رقم المسدس بيأكد إن السلاح هو سلاح بارك، وده معناه إن جيو هي اللي ورا الجرائم. سانج بتروح بيت جيو وبتلاقي مذكراتها وبتفقد الوعي لما جيو تضربها. لما بتفوق بتلاقي نفسها مربوطة وجيو معاها المسدس. سانج بتحاول تقنعها تبطل وبتحكي لها عن أختها اللي تعرضت لاعتداء وإنها فكرت تنتقم بس رجعت عن قرارها. جيو بتتأثر وبتعتذر وبتسيبها وتمشي. الشرطة بتيجي وسانج بتطلب تتبع موبايل جيو. جيو كانت بعثت لمدير المصنع علشان تقابله، ولما شافته سكران فكرت تمشي، لكنه قال كلام خلى الذكريات ترجع لها، فضربته بالرصاص علشان تعذبه بس مش تقتله. الشرطة بتوصل وسانج بتحاول تهديها وبتقول لها إنها تستاهل تعيش وإنها لازم تحكي للعالم قصتها. جيو بتقتنع وبترمي السلاح، بس المساعد بتاع المدير بياخد السلاح وبيضربها. سانج بتنهار وبتقتله. ووان بتقرأ رسالة من جيو بتقول فيها إنها بتحبها وسابت لها فلوس تفتح بيهم صالون الضوافر اللي كانت بتحلم بيه. في المستشفى جيو في غيبوبة دماغية، وسانج بتسمع إنهم عايزين ياخدوا كبدها علشان ينقذوا الشخص اللي سبب لها ده كله، فبتفصل الجهاز عنها علشان تمنع ده. وبكده بتاخد سانج حق جيو، وبكده تكون خلصت حكاية جيو. حكاية مؤلمة ومليانة وجع، بس في نفس الوقت بتورينا قد إيه الظلم ممكن يغير حياة الإنسان تماماً. جيو ما كانتش شريرة، هي بس كانت ضحية لناس كتير أذوها، ولما ما لقيتش حد ينصفها قررت تاخد حقها بنفسها. لو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا بلايك جميل وتسيب لنا رأيك في الكومنتات، وقول لنا هل جيو كانت فعلا مجرمة ولا ضحية تحولت لمنتقمة؟ ولو لسه ما اشتركتش في القناة دوس على زرار الاشتراك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد من ملخصات الأفلام القوية والمميزة. كان معاكم فريق ريكابتريكس، استنونا في ملخص جديد، وسلام.